الشاب ده اسمه ابراهيم، فاتح مطعم او مطبخ في بيته اسمه هام بيتزا، بيعمل فيه بيتزا واصناف تانية هنتعرف عليها دلوقتي. هنصلي على النبي كلنا وما ننساش اللايك والشير علشان اقدر استمر على خير. مبدئيا ابراهيم مكانه في بنها، بالتحديد في بطا شارع الساحل خلف سهريج الميه. كنت هنا من فتره كبيره انا واصحابي وجربنا البيتزا والاصناف اللي ابراهيم بيعملها وعجبتنا الحمد لله، وخصوصا انا بقى اللي كان عاجبني البيتزا قوي. فتواصلت مع ابراهيم وجيت علشان اعمل ابديت واشوف ايه الجديد ونشجعه كلنا وندعمه من خلال الفيديو والتجربه دي. ابراهيم الاول كان في مكان غير ده، فاول حاجه عرفنا مكانه الجديد علشان الناس اللي كانت بتطلب من عنده تعرف انه بقى في مكان جديد، والناس اللي اول مره تشوف مطعم هام بيتزا وحابه تطلب اكل من ابراهيم وتجرب البيتزا اللي بيعملها والاصناف التانية اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. هنشوف مع بعض دلوقتي شكل البيتزا وهي بتتعمل ونعرف نبذه بسيطه عن الشغل مع ابراهيم من المره الاولى. ولما اتكلمت مع ابراهيم وعرفت انه بيحب شغله قوي وبيديله اهتمام كبير من اول الخامات والمنتجات اللي بيستخدمها في شغله واللي بيحاول يوفرها باحسن شكل وكمان جوده كويسه، وكان برضه عنده دقه في المقادير اللي بيحطها علشان تتناسب مع اسعار الاكل عنده، وكان واضح من المره الاولى انه متعلم الشغل كويس وفاهم صنعته، ومع العلم انه خريج سياحه وفنادق وتعلم صناعه البيتزا في حياته المهنيه. فهيسوي الاكل دلوقتي ونشرحه ونجربه واقول لكم رايي الشخصي لتاني مره. اول لما البيتزا والكاليزون استووا طلعهم واداهم لمعه بزيت الزيتون، وقال انه من اول ما بدا ما بيستخدمش غير زيت الزيتون، وكان عامل كمان مكرونه وكان واضح من شكلها انها هتكون احسن من المره الاولى. وبدا يقطع ويجهز البيتزا والكاليزوني للاكل، وجهز كمان التوميه والبطاطس المتبله وكمان الكريب الميكس الرايق ده. والنهارده بقى ضيف الحلقه معانا وهو رامي الجميل. منورنا يا احلى رامي. انت صاحبي، انت اخويا، انا مصيبه، انا مش عليك. خلصانه حبيب قلبي، اخويا حبيب قلبي رامي، حبيب قلبي رامي. انت معايا في الفيديو النهارده. بيجي بقى ومصيبه هي البقره قالت تك كله يعمل لايك عشان خاطر رامي حبيب قلبي. اول حاجه ده كان كريب ميكس مشكل وبيتزا فراخ كبيره وطبق مكرونه بينا ميكس صوص بالسجق، وده الكاليزوني او زي ما بيسموه هنا حواوشي ايطالي. وبينا نسمي وندوق علشان الكلام يروق. هنبدا بالبيتزا وطبعا ضيفنا الجميل رامي هو اللي هيبدا. هنسحب له سلايز كده ونشد الجبنه لفوق علشان رامي يروق. واول لما رامي ده ادانا احلى لايك وطمنا بالبشاير. البيتزا دي كانت فراخ كبيره وسعرها كان 150 جنيه، بصراحه حلوه وعلى وضعها زي المره الاولى. احلى حاجه العجينه اللي ابراهيم عاملها خفيفه ومظبوطه، وقطع الفراخ اللي على البيتزا كانت بتتبيله حلوه، والمكونات كلها بشكل عام حلوه وعجبتني البيتزا زي المره الاولى. وادخل بقى على المكرونه، وده طبق مكرونه بينا ميكس صوص بالسجق، كان كبير وسعره كان 85 جنيه. كنت قلقان تكون زي اول مره ومش مظبوطه، لكن ابراهيم عدل عليها وغيرها للاحسن من حيث المنتجات اللي كان مستخدمها من مكرونه وصوصات وجبنه، خصوصا الجبنه واللي كانت باينه الشده بتاعتها لحد السقف. وكان طعم المكرونه مظبوطه وعجبتني اكتر بكتير من المره الاولى، واكلت منها كتير. جيت دور على رامي بقى بعد ما خلص البيتزا هيدوق المكرونه. اخدت معلقه جديده وكبيره كده وبدات ابرد له المكرونه علشان ما تبقاش سخنه عليه، ونديله حته هم يا جمل علشان يدينا هو احلى لايك. اخدت معلقتين كده من البطاطس المتبله واللي بتكون مكعبات بطاطس مسلوقه عليها تتبيله كده بالثوم، ودي كنوع من المقبلات مع الاكل. وسعر الطبق الصغير ده كان 15 جنيه ومجربه من المره الاولى وكان حلو. ادخل بقى على الكاليزوني او زي ما بيسموه هنا حواوشي ايطالي، سعره كان 60 جنيه، والمره دي هجربه باللحمه المفرومه. المره اللي فاتت كان بالفراخ، هو نفس الشكل ونفس العجينه وكل حاجه بس المختلف الحشو. بس انا كان عاجبني اللي في المره الاولى اللي كان بالفراخ. نشوف راي رامي بقى ونخليه يسحب قطع حلوه كده بنفسه علشان يدوق ويدينا برضو احلى لايك جميل. اشوف بقى اخر حاجه الكريب واللي كان حجمه كبير ومحترم، كان فيه الحشو وفراخ ستريبس وكريسبي مع شرايح البرجر والبطاطس، وسعره كان 120 جنيه بس عليه خصم بعد الفيديو هيكون ب 100 جنيه بس. والمره دي الكريب حسيته احسن من المره الاولى من حيث الحشو وطعم اللقمه نفسها اللي اتغير للاحسن وبقى مقرمش شويه، ومع التوميه برضو كان حلو وعجبني الكريب. بس هسيبه لرامي يكمل عليه بالف هنا، وكان مبسوط معانا بالتجربه قوي. حابب اقول لابراهيم كل الدعم ليك وربنا يوسع عليك واشوفك عندك احسن مطعم في المكان المناسب ليك، واستمر وكافح على اكل عيشك يا بطل. وكل التحيه ليك انت واللي زيك من الشباب المكافح. اخر حاجه بقى ابراهيم شغال يوميا من الساعه 3 العصر لحد الساعه 2 بالليل، وساعات بيقعد ل 3 كمان حسب الشغل والطلبات. هستنى بقى رايكم في تعليقات لما تجربوا البيتزا او الكريب والاكل عند ابراهيم من مطبخ هام بيتزا. وده المنيو الحالي في كل التفاصيل، وهسيب لكم الصفحه برضو في تعليقات الفيسبوك. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم، ومع السلامه يا غاليين. اشوفكم في فيديو قريب وجديد.